كان في شاب بسيط زي اي حد فينا واقف قدام مفترق طرق. الطريق الاول كان شكله سهل وممهد ومليان ورود، والطريق التاني كله طلوع جبال وصبار بشوك ومتكسر بقى. الطريق ده عليه يافطه مكتوب عليها الصعب اللي يستحق. الشاب فكر ليه امشي في الطريق الصعب ده لما ممكن امشي في الطريق السهل، وفعلا اختار الطريق السهل الممهد. بس في الاول كانت كل حاجه مريحه، بس كل ما يمشي اكتر كل ما الطريق بيضيق عليه اكتر، رغم كل اتساع الدنيا الا ان صدره بيضيق اكتر، ويبدا يطلع له الشوك اللي كان في الطريق التاني ما رضاش يمشي فيه. والارض الممهده ما عادتش ممهده وبقت متكسره من بعد نص الطريق، زي ما كان في الطريق الاولاني كده ما كانش راضي يمشي فيه، ولقى نفسه في دوامه مش عارف يخرج منها. وفي نفس الوقت بيبص للطريق التاني اللي ما رضاش يمشي فيه، شايف الناس ماشيين فيه وتعبانين وهما ماشيين فيه، يعني الاتنين هنا كده تعبانين. بس الناس دي التعب بتاعهم كان له لذه كده، لان كل خطوه بيمشوها بمثابه ايداع في حسابهم الحياتي، في حسابهم الشخصي لحياتهم، بيقربوا اكتر لحاجه عظيمه. فرحانين مش لان الطريق سهل كده كده الطريق صعب، بس لان حسهم بحاجه عظيمه في حياتهم وحاجه ليها قيمه. وقتها الشاب ده فهم الحقيقه مفيش طريق من غير تعب يا صاحبي، بس الفرق ان في تعب بيبنيك وفي تعب تاني بيكسرك. السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا بقى، كل يوم بنختار طرق في حياتنا، يا ترى بنختار الطرق اللي تستحق؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. نفس الشاب اللي كان ماشي ده بيبص على الحياة كده وبيلاقي انه لو نزل وراح اتمرن في الجيم 3 أو 4 أو 5 مرات في الاسبوع صعب ومجهود عليه، وازاي كل يوم هروح الجيم واتمرن وهلبس وهرجع البيت اكل اكل كويس واكل اكل صحي، بس لقى برضه ان لو قعد في البيت جسمه مش هيبقى حلو وعامل زي البطه الوالده او البيضه ويقوم بالعافيه وصحته في الارض. برضه اذا ان الوضع ده صعب. لقى انه لما يكون غلطان ويعتذر صعب، ولو تغافل شويه واعترف بغلطته واجتهد في العلاقه برضه صعب. كذلك السوشيال ميديا برضه تقليلها صعب، انه يقلل وقته على السوشيال ميديا صعب، لكن لما يلاقي نفسه مضيع وقته وصحته النفسيه وصحته الجسديه بسبب كتر قعدته على السوشيال ميديا والسكرولينج برضه الموضوع صعب. انه يحسن نفسه ذاته صعب، وانه يعيش في نفس المشاكل يوميا برضه صعب. ايوه يا عم عمر، بس مش كل حاجه برضه احنا بنختارها بنفسنا، ومش كل الاوضاع اللي احنا فيها احنا مش بنختارها بنفسنا. كلام مظبوط. ويجي هنا رد الشيخ شعراوي، قال الانسان مسير ولا مخير؟ احنا بس بنقول الكلام ده عشان نبقى عارفين احنا بايدنا ايه ومش بايدنا ايه. اكتر اجابه بل اعم واشمل اجابه كمان في النقطه دي، الانسان مننا على 3 افعال او ما بين 3 افعال، افعال تقع عليه وافعال تقع فيه وافعال تقع منه. تاني، افعال تقع عليه وافعال تقع فيه جواه وافعال تقع منه. زي كده نكون خارجين الصبح ولا حاجه ونلاقي الدنيا بتمطر، نلاقي الشمس اشعه الشمس جايه علينا، نلاقي ضوء القمر بالليل جاي علينا، اي حاجه جايه علينا دي افعال تقع علينا، على النفس البشريه مننا، ودي ملناش اي دخل فيها، من فضل ربنا ان احنا ملناش اي دخل فيها. فدي كده احنا مسيرين فيها لاننا ملناش دخل فيها. افعال تقع فيك زي عمليات الهضم، عمليه الدوره الدمويه، الشهيق والزفير وغيرهم، وبرضه احنا ملناش دخل فيها. هل احنا لنا دخل فيها؟ ملناش دخل فيها، وده من فضل ورحمه ربنا علينا ان احنا ملناش دخل فيها. تخيل كده احنا قاعدين طول حياتنا عمالين بس بنتحكم في عمليه الهضم بتاعتنا، متحكمين في الدم ازاي بيجري في الجسم كله والدوره الدمويه، متحكمين في ازاي بنخرج الشهيق والزفير. يعني مش هنعيش حياتنا، مش نعمل اي حاجه في حياتنا. فدي من رحمه ربنا علينا ان احنا ميسرين فيها او مسيرين فيها. اما الفعل الثالث او الافعال الثالثه فهي افعال تقع مننا، خارجه مننا، ودي ربنا مخيرنا فيها. انت دلوقتي قاعد تقدر تختار سواء تفضل قاعد او تقوم، تقدر تختار ما بين الجيم والتمرين ولا انك تفضل قاعد، ما بين الدراسه وانك تتعلم وبين انك تبقى فاشل، تاكل اكل صحي ولا لا. وكل ده عند ربنا بقدر، والقدر ده بالنسبه لربنا ماضي. يعني ربنا عارف احنا هنعمل ايه في حياتنا ومن قبل ما نتولد حتى، عارف احنا هنعمل ايه في حياتنا كلنا واختياراتنا هتبقى ايه. فده ما يعارضش ده، ربنا عارف انا هختار ده ولا ده، لكنه ما يعارضش اننا مخيرين، وكل مخير بتيسير الله. انا وانت مخيرين ان احنا نحقق السعاده ولا المتعه لنفسنا. طب هل في اصلا فرق بين السعاده والمتعه؟ نفس الشاب ده هيشرح لنا برضو الفرق ما بين السعاده والمتعه. السعاده بتعيش معاك لفتره طويله وبتحتاج صبر ومجهود، عامله زي الاستثمار بعيد المدى كده، انك تستثمر لنفسك وفي نفسك اللي لو كسبتها
انت ما خسرتش اي حاجه في حياتك. اللي يكسب نفسه يا صاحبي ما يخسرش اي حاجه ابدا. اللي يكسب نفسه يا صاحبي من الضياع ومن الفشل ما يخسرش اي حاجه ابدا. طبعا مش محتاج اقول لك ان ده بعيد كل البعد عن الانانيه. مش معنى انك تكسب نفسك انك تبقى اناني اطلاقا، ده بعيد كل البعد. تكسب نفسك ان انت تبعدها عن الشر، عن الفشل، عن الضياع، عن اي حاجه وحشه، انك تزكي نفسك. قد افلح من زكاها. اما المتعه فهي اي حاجه بتبسطك للحظات، زي فيلم حلو، اكله حلوه، كيس شيبسي. لكن اول ما تخلص حاجه المتعه دي ممكن تسيب جواك فراغ كده. الفراغ اللي جواك ده ممكن يوصل بيك لمرحله انه يستنفذك. السعاده شجره بجذور وعمرها طويل، المتعه ورده جميله بس عمرها قصير. مش بقولك ان الورده وحشه، بس الشجره هي اللي ليها جذور وهتعمر معاك وهتكمل معاك. كل حاجه في دنيتنا يا صاحبي مهما كانت صعبه، خلق الانسان في كبد. من اول ما بنتولد واحنا بنعيط في كبد لحد ما هنموت. تختار الصعب اللي يناسب حياتك. كل حاجه في الدنيا دي ما هيش كامله وتكتمل برضانا. يا رب يرزقنا كلنا جميعا الرضا. دمتم في رعايه الله. دمت في رعايه الله يا صاحبي. السلام عليكم.